زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقاتكم الأسبوعية المصورة. حلقة ديال اليوم كتجي بشكل استثنائي قبل الموعد ديالها اللي هو معروف صباح كل يوم ثلاثاء، على خلفية الأحكام اللي صدرت محكمة ابن رشيد في القضية الشهيرة قضية قائد الدلوة. اليوم المحكمة أدانت الزوجة سهام ب4 أشهر سجنا نافذا بعد ما كانت متهمة بالاحتجاز والارتشاء وثم يعني الابتزاز. التهمة ديال الاحتجاز تبرأت منها وخلاو لها التهمة الأخرين اللي خدات عليهم 4 أشهر كما قلنا نافذة. الزوج ديالها رشيد أدين بسنة سجنا نافذا. التهمة كانت عنده هي الابتزاز والارتشاء والاحتجاز والإلحاق الأذى. الشريك ديالو يوسف أدين ب8 أشهر، كانت تهمته الاحتجاز ثم إلحاق الأذى، وكان متابع في الملف أيضا 3 ديال الأعوان ديال السلطة، 2 خداو البراءة وواحد العون خدا شهر سجنا نافذا. هاد 3 ديال الأعوان كتقول عليهم الزوجة سهام في اتصال هاتفي مع الموقع ديال البديل بانهم يعني واحد فيهم اللي خدا ديك الشهر سجنا نافذا، كتقول لك هو اللي خدا واحد 800 درهم في ديك التصريح اللي كان شهير ديال 2300 درهم، كتقول لك بان هذا خدا 800 درهم وعون اخر خدا البراءه هو اللي خدا 1500 درهم، وكاين عون ثالث خدا البراءه هو اللي حرر لهم. كيقول لك هذاك التصريح اللحظه اللي مشاو يقادوا التصريح خدا واحد رشوه 1000 درهم، هذا خدا البراءة ديالو، بينما القايد خدا يعني 6 المليون حكمته المحكمة باعتباره كمطالب بالحق المدني في هذه القضية هذه. هذه الأحكام، وهنا نبغوا نوضحوا واحد النقطة لأن أثير واحد الجدل وواحد الخلط في هذا النقاش هذا بأن القائد خدا البراءة. الزوجة كتقول لك بأن القائد ما خداش البراءة لأنه كاين 2 ديال القضايا معروضين على القضاء. كاين قضية أمام محكمة بن رشيد هي هذه اللي هضرنا عليها دابا الأحكام ديالها واللي صدرت فيها اليوم، واللي القائد هو المشتكي هنايا، هو صاحب الشكاية الأخرى المتهم. وكاينه قضيه معروضه على استئنافيه سطات، تما المشتكيه هي الزوجه كتهم السيد بالابتزاز وبالتحرش الجنسي وهذا مجرى من التهم، والمتشكيه كما قلنا هي، والمتهم هو القائد ديال الدلوه. هذه يتابع فيها القائد بحال صراح، مازال ما بتتش فيها المحكمه. اذا من خلال هذه الاحكام هذه ديال اليوم اثير نقاش، كاين السياق لاحظناه داخل الصفحات ديال الاجتماعيه، وكما التعليق غير ديال السيده كتقول لك بان المحكمه رفضت على ان الشريط تشوفوا رغم الدفاع طالب يشوفوا داك التسجيل اللي فيه القائد داخل المنزل ديالها. ثم من خلال يعني الروايه ديال الزوجه ان واحد المقدم واخد 1000 درهم، لاخذ واحد 1500 درهم، لاخذ واحد 800 درهم، وكيف السيد عنده 800 درهم يعني واحد السيد اللي كيخدم مع السلطه المغربيه المفروض فيه يعني يكون هو احرص على السمعه وعلى الارتشاء كياخذ شهر سجنا نافذا. هنا ما غاديش نعلقوا احتراما للقضاء وما غاديش، ولكن كنخليو لكل واحد يعني ممكن يستشف. طبعا القضاء كاين كتعرفوا كاين القناعه القضائيه ديال كل قاضي، كاين حيثيات، كاين تفاصيل، كاين شي حاجه سميتها السلطه ديال القاضي، عنده السلطه التقديريه يحكم باش ما بغى، يقدر يحكم ب4 شهور ب10 سنين ب5 سنين، كاين النصوص، ولكن دائما في القضاء كاين السلطه التقديريه ديال القاضي. وهنا بغيت نفتح واحد القوس قبل ما ندخل الوقائع مهمه دائما، وماشي ادانه لهذه السيده، راه ماشي بالضروره دائما رجل ديال السلطه انه يكون مدان، وكاين دائما داك التعاطف. يقدر بعض المره مواطنين تيكونوا مدانين، يقدر بعض المره مواطنين يعني يكونوا دايرين شي جريمه ولكن عندهم قدره ما يبينوش الاثار ديالها. انا لا اقول ان الزوجه ديال سهام يعني هي مدانه ولا داك السيد. من خلال الاتصال ديالي بها تبدو السيده بريئه من خلال هذه المشاعر اللي حسيت بها، ومن خلال الطريقه اللي كتهضر بها فيها واحد البراءه، فيها واحد الصدق، فيها واحد العفويه كتهضر فيها عاديه. من خلال المشاهد اللي شفتها انا كمتلقي القائد، الطريقه باش كيهضر وباش كيبان بانه السيد مدان، هذه انطباعات اوليه ما يمكنش حنا نحلوا محل القضاء، ولكن هذا شعور اللي كنشوفه من خلال تجربتنا في الحياه. الانسان ملي كيكون يعني في واحد الوضع اللي هو ماشي هو ذاك، راه غير من خلال قسماته وتحركاته. اذا غير ملي كنقول سهام مثلا انها بريئه ولا ذاك الرجل، ماشي معنى ان راها بريئه، القضاء هو اللي هو كلمه الفصل، ولكن غير كنبه راه هذه بشكل عام لان كنتبعوا الصفحات الفيسبوكيه دائما كاين ذاك الاستعداد القبلي والجاهز لاي رجل سلطه. يقدر رجل سلطه يكون ضحيه، يقدر شي رجل سلطه يمشي ضحيه ديال شي مقلب. وانا ما كنقصدش هذا القائد ديال الدلوه، انا كنهضر بشكل عام، يعني خاص التثبت وما يكونش التجني، ونعطيو القضاء الحق الكلمه ديالو. وطبعا هنا كنفتح قوس القضاء مطالب، وسيرتو في قضيه اللي كتولي قضيه راي عام وقضيه مجتمعيه، لا يكفي ان تصدر الاحكام، خاصها تخرج الراي العام ودار ندوات ويجيو القناه الثانيه ويجيو الميديان تيفي ويجيو الاولى وتنشر، لان كتولي
لقضيه راي العام، وكاينه وجه ديال السلطه المغربيه هنا، وجه ديال الداخليه، وكاينه مواطنين، وخصنا نفهموا، خاص الاحكام تنشر، خاص الناس يطلعوا الحيثيات ديال الحكم نعرفوا، لان مادام كتولي راي عام خاص الراي العام يعرف ضرءا لاي لبسه وسد الباب اي تاويل، لان ما يمكنش قضيه بحال هذو تستنفر الراي العام وتولي يعني كيتابعوها الملايين، وفي الاخير الحكم ما يعرفوش المغاربه، ويقدر يوقع شي حكم تما ضالين، يقدر يوقع الحكم تحت تاثير شي جهات معينه، يقدر يكون الحكم بارئ، يقدر يكون الحكم عادل، خاصه كاينه بعض المرات حنا القضاء المغربي ماشي قضاء اللي هو مستقل يعني هذه باقرار ديال لا السلطات العليا ولا الحكومه ولا التقارير الدوليه، وماشي كنقولوا ما سبش داك القاضي اللي كيبت بداك الملف، ولكن بشكل عام اذا ضرءا لاي لبس قضيه بحال هذه خصها تخرج للراي العام وخصها يعني تنشر. وانا كنعاود نكرر مره اخرى، ما تنقولش بان شي جهه كنديرها هنا لا القائد ولا السيده ولا المواطن، ولكن خص دائما تعاطي بشكل مسؤول ومنطقي مع الاحداث. واحد النقطه اخرى مثيره في هذه النقطه هذه هو القضيه ديال التسجيل. الناس بزاف عابوا يعني على ديك السيده انها ما خصهاش تسجلوا وخصها تسجلوا، احنا كنقولوا بان التسجيل من حق اي واحد يسجل، ما عندكش شي طريقه باش تثبت الجرائم وما تثبتش يعني الواقع، وغادي نثبت لكم هذا التسجيل هذا باش ندخل لكم لواحد القضيه كترتبط بهذه القضيه هذه، واللي كذلك منها كنطرحوا واحد السؤال عريض وجاد: هل الدوله المغربيه جاده في محاربه الفساد؟ واش الدوله المغربيه عندها اراده سياسيه تحارب الفساد والاستبداد وتبني الدوله ديال المواطنه؟ كنطرح هذا السؤال هذا وما غاديش نجاوب عليه، نخلي لكم انتم الاجوبه والتعليق، ولكن انا غنحطكم امام معطيات غريبه ومثيره وكترتبط كذلك بالتسجيل ديال واحد رجل اعمال سجل، يعني عنده التسجيل ديالو وغيواجه واحد المحن في واحد القايد بغى طلب منه رشوه وواجه مشاكل، وكنطرحوا سؤال كون ما كانش عنده التسجيل الصوتي كيفاش كان يدافع على راسه. هذا القايد هذا يعني في قايد ديال كان في الفنيدق جديد، واحد رجل اعمال عنده فندق، واحد العون ديال السلطه جا عنده قال له راه القايد قال لك اعطيني 10000 درهم، وتيقول هذاك القايد هذاك السيد رضوان، وهذا ماشي كنذكركم يعني نفسي وما كنشهدوش زور، والله يشهد من خير خلق الله هذا رجل الاعمال سي طارق، يعني واحد الرجل تلاقاو كيفاش كيهضر، واحد رجل وطني خلوق، يعني بنادم اصيل، وبنادم من تيكون راجل راه باين عام نطلع من الهضره، ما عندوش كيفاش يكذب عليك زعما ولا يبيع لك شي. دونك هذا الرجل ديال الاعمال ملي جا عنده السيد طلب له 10000 درهم، تيقول هو بواحد الطريقه عنيفه، قال لك القايد عطيني 10000 درهم، مشى عند المحامي السي الحبيب حاج قال له السي الحبيب راه جا عندي اليوم المقدم وراه قال لي بواحد كذا، وراه حسيت بالحقره والطريقه باش طلبني حسيت بنوع من الاستفزاز. قال له يستحيل ان القايد عجا جديد ويطلب لك هذا 10000 درهم، قال له يرجح ان هذاك العون السلطه راه داير لك عشي لعبه تما وباغي ديك 10000 درهم ديالك. قال له شنو غادي نديروا؟ قال له علاش ما نعيطوش للقايد دابا، عندك التليفون؟ وقال له عندي. جبت التليفون مع ديجا هو هضر مع هذاك التليفون ذاك رجل الاعمال، عيط له. نخليكم تصنتوا لهذا التسجيل تدار بيناتهم ونكملوا النقاش. الو صافي لاباس؟ بخير لاباس حوطيله مزيان ماشي مزيان الله يبارك فيك. معايا طارق انا صافي استاذ كي داير بخير؟ مزيان لاباس. اسمح لي عيط قبيلاتي كنت واحد الجنازه توفى واحد العائله. يا نجاوب الضرب. الله يولي برحمه الله السي طارق، الله يولي برحمه الله. ما مشى معكم باس، ما مشى معكم باس. عندي المقدم قبيلاتي على حساب الامانه اللي كنت عليها. قلت لك بحال اذا كانت شي حاجه بقى تكون انا وياك مباشره احسن، فهمتي؟ باش نطلقوا. حشمت منك السي طارق. لا تكون اذا شي حاجه يعني مباشره احسن، فهمتي؟ حيت دابا لما كتجي تعرف كيجي في سميتك ما كنعرفوا واش جا من عندك ولا باغي شي حاجه. هذا سمي ماشي مشكل، يعني ما عرفتش لان هي راه اوتوماتيكمون تصوني عليا السي طارق. ايوا صافي هادشي قلت انا قلت نهضر معاك انت باش الا كانت شي حاجه تكون بيناتنا، فهمتي؟ مباشره. لان مرة اخرى كنقول لي 50000 درهم، فهمتي؟ دابا شكون هذا؟ هذاك البقاء اللي مقدم. دابا اليوم قال لي واحد 10000 درهم، قلت له ديما انا غنشوف بغيتي نعطيه حتى شي راسو خايط، قلت نهضر معاك مباشره يعني باش. لا انا اللي كنت وصيتو عليها. هذاك الشيء شوف هذاك الشيء ان شاء الله يكون فيه خير، ان شاء الله صافي يكون هاني. انا غنوفر لك هذا اليوم ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يخليك. يلا مرحبا سعاده القائد. مرحبا. الله يخليك. اذا كما كيبان لكم هذا الشريط، القائد كيأكد بانه هو اللي صيفط المقدم باش ياخذ ديك 10000 درهم. شنو دار الحبيب حاجي؟ مشى عند الوكيل العام وامر ودار شكايه، جا الوكيل العام اعطى امر بالاعتقال، طبعا بالتنسيق مع هذا السيد هذا طارق صاحب ديال هذا الفندق هذا، غادي يجي عنده السيد اللوطيل ويعطيه 10000 درهم ويجي ويحصل السيد في حاله ديال التلبس. هذا الشيء ما كان. جا واللي شرف على العمليه هو ولي الامن السي محمد الوليدي. وقبل ما نكمل معكم لا باس نقولوا كلمه حق، حنا كموقع بديل كتعرفونا يعني ما كنبخسوش الناس الاعمال ديالها. هذا السي محمد الوليدي كنا درنا زياره مؤخرا في مدينه تطوان واللي فيها تلاقينا هذا رجل الاعمال اللي عاودنا هذه القصه هذه واللي ضغطنا لنا الفرصه باش نعاودوها.
هذا الرجل، هذا السي محمد يعني الوليدي ولي امن ديال مكناس يستحق 1000 تحيه بل ومليار تحيه من هذا الموقع، لانه من خلال التحريات وماشي مصدر حقوقي وماشي مواطن، ماشي جوج ماشي ثلاثه وماشي اربعه، ويمكن لكم ديروا التحريات. رجل امن كيحظى بسمعه كبيره داخل مدينه تطوان، في 3 الليل في 5 الصباح في 4 تلقاه في السياره ديالو كيحارب الجريمه، كيواجه رجال المخدرات، تيتواصل مع الناس، انسان بابه مفتوح. دونك ملي كيكونوا رجال السلطه بحال هادو خصنا نفرحوا بهم ويثلجوا لنا صدرنا ونشجعوهم ونوهوا بهم، وكنطلبوا يا ربي يكثر من امثالهم وسط هذه البلاد هذه، لان البلاد ما نقولش نقولوا فيها غير رجال الامن اللي خايبين، كاين رجال الامن زوينين. وخاصه هذا رجل الاعمال هذا السي طارق قال لك بان ولي الامن قال لي كيقول الشرطه خاص يدار القانون والخدمه مع هذاك القائد، لانه شنو وقع منين جا ذاك الولي ديال الامن وجاب معاه رجال ديال الشرطه، كانوا واحد جوج ديال رجال الشرطه تيعاود لي السي طارق جالسين تما في الوطيط كانوا كيوثقوا من بعيد في التليفون جميع الاحداث اللي كتدور داخل الفندق. جا ولي الامن السي الوالدي عند القائد كان شد 10000 درهم وكان ديجا مصوره، لان صوروها في السي طارق صورها ديك الفلوس ديك 200 درهم ودارها هنا في الجيب ديالو. جا عنده ولي الامن قال له البطاقه ديال التعريف ديالك، قال له انا قائد. المهم حصلوه طلعوه تبدوا له ديك الفلوس من الجيب ديالو، داروا له المينوط داوه في حاله اعتقال. دابا هنا فين غتبدا التفاصيل الجديده. داو في حاله ديال الاعتقال من بعد واحد 3 شهور تقريبا، حكمت عليه المحكمه الابتدائيه، دونك هو في حاله التلبس حكمت عليه المحكمه الابتدائيه ب3 شهور سجنا نافذا. دوز غير شي اسبوع من وراها على ما كيعاود السي طارق وغادي يخرج بحالته. بقى هذاك السي طارق كيطلع وكيهود يعني المحكمه ديال السنه على مدار تقريبا سنه كيمشي وكيجي. والمثير والمصيبه الكحله اللي ما بعدها مصيبه هو كيعاود شنو هي المحنه والعذاب اللي دوز في هذا الشيء هذا. اولا كيعاود بان شي مسؤول قضائي، تصوروا شي مسؤول قضائي ملي كان كيهضر معاه قال له انت درتي العيب مع المخزن. قال له حنا المخزن قال له بحال شي خلي ديال النحل كنكبو، قال له فيه شهده وحده. تصوروا الخلعه. وصدق السيد كيقولوا شنو نديروا، لانه من بعد راه غيدير التنازل. ولكن قبل ما نقول لكم التنازل اللي غيدير القائد لاحظوا الضغوطات اللي عاشها. قال لك كان كيجي الحفل الولاء ديما كيعيطوا له، الحفل ديال الولاء اللي داز ما عيطوش عليه. جميع الانشطه اللي كانت كدار في العماله كان دائما كيعيطوا له، ولا ممنوع يجي الانشطه ديال العماله في الفنادق. كيجيو عندهم مسؤولين، كيجيو عند عباد الله كله تيقولوا لك خليتيها وغير تسنى الضربه ديالك فوقاش تجيك. راه ولا كيعيش رعب. لان علاش قدم التنازل القائد؟ لان السيد هو الكبير في خوته، هو تقريبا عنده شي 42 عام ولا 44 حسب التقدير ديالي الشخصي، وعنده خوته هو كيجري لهم ديك الورد ديالهم. دونك خافوا بان الناس ما يبقى عندهم والو، بحال اللي لقى راسو تورط، هو تاق بانه غيتحارب وكذا، فاذا به القرصو يعني القرصو مخلوع. وحاد بعض المواقع الالكترونيه تما في المحليه بدات كتهجم عليه، لانه هو عنده جنسيه مغربيه، باه كان خدام في سبته، وعنده جنسيه اسبانيه. بداو كيقولوا عليه بانه كيخدم مع شي جهاز وما نعرف كيبغي يسيء السمعه ديال الداخلي، ومهلم مجرر لا في كرامته. السيد تحاصر، جا عنده شي برلماني يعني من شي حزب سياسي كيقول له علاش درتي هذا الشيء وما كانش عليك دير، واحد اخر تيقول له هذه البلاد ما عندك ما دير، واللي تلاقاه كيدور فيه. تصوروا دابا هذا مبلغ عن فساد اللي خصو يتحمى. يعني كنصور لكم صور المعاناه ديالو، و10000 درهم ديالو بقى الى يومنا هذا عند السلطه المغربيه، الى يومنا هذا بقى في القضاء. نفترضوا انا دابا مثلا انا عندي شي محلبه ولا عندي نقولوا هذا رجل اعمال، دابا ديروا معايا غير مثال، شي واحد عنده شي كروسه ديال الزريعه وجا شي قايد بغى منه شي 10000 درهم، هي اللي عنده ذاك القايد وبغى يبتزو، وداك مول الكروسه بلغ بهذه الطريقه اللي دارها السيد طارق وعطى 10000 درهم للسلطه، وديك 10000 درهم بها كيبيعوا يشري ذاك المواطن. بقى دونك غتبقى ديك 10000 درهم عند المحكمه ولا عند القضاء عام باش ياكل ذاك المبلغ. واش باقي شي مغربي مره اخرى غيشجع ملي يسمع هذه القصه يبقى يبلغ؟ السيد بلغ 10000 درهم فلوسه، هي بقات عام تما. دونك هي طبعا كتدخل في اطار من جسم الجريمه 10000 درهم، ولكن ملي كيفاش ان المواطن مره اخرى غادي يتشجع يقول هادشي. والقاضي كيعاود لي انه ملي كان في المحكمه القاضي اللي غيحكم على الملف ملي عيطوا له هو كشاهد تيقول له واش ديك 10000 درهم عطيتيها له كرشوه ولا هديه ولا شنو اعتبرتي داك الشيء اللي عطيتيه؟ تيقول له دير التسجيل الصوتي راه واضح، يعني راه رشوه هذيك ماشي. دونك وهنا سؤال كيطرح حتى شنو هي التهمه. حنا ما طلعناش على التهمه اللي تبع السيد، واش رشوه، واش ابتزاز، واش استغلال النفوذ، لان 250 مسطره جنائيه واضحه. استغلال النفوذ فيها السجن من سنه الى 5 سنوات كما قلت لك قبيله. وهذه النقطه كركز عليها، هل
يعني بهذه المنطقه هذا، واش شي واحد غيبقى يتشجع ملي غيشوف هذه الوقائع هذه وملي كيشوف هذا النوع من الاحكام؟ وربما تخيلوا مثلا في شي قايد مثلا في فاس، ولا شي قايد مثلا في مكناس مثلا يشد شي 70 لتر مثلا ديال الزيت البلديه، ولا مثلا غادي كل عيد مثلا يمشي ياخذ خروف من عند شي مول زريبه، ولا شي مربي مثلا ديال الخرفان، ومن يبقى يسمع بهذا الاحكام غيتمادى يزيد ياخذ الخرفان، غيسمازه يزيد ياخذ العسل، يبقى ياخذ العنب، يبقى ياخذ كاع من عندك عباد الله. دونك ملي كيكون هذا النوع ديال الاحكام ربما كنقولوا كتشجع على ان عباد الله باش يزيدوا يتماداو يعني في الاحكام ديالهم. اذا من خلال هذه الحلقه هذه انا بغيت نوصل لكم هذه القضيه هذه ديال سيرتو القضيه ديال الفنيدق، يعني مواطن مغربي وانا التقيته صدقوني يعني شعرت بواحد النوع من المراره، واحد النوع من الالم. كيفاش كنهضروا على الرقم الاخضر، كيفاش كنهضروا على حمايه المبلغين، كيفاش كنهضروا على حمايه ديال الفساد، كيفاش ان الراجل كيبلغ يعني على الفساد وفي الوقت اللي كيبقى يطلع ويهود عام وكيخلي مصالح. وقال لي كرهت، وقلت له سي طريق مره اخرى، قال لي واخا توقع اللي وقع، قال لي اعوذ بالله واش باقي نبلغ مره اخرى، قال لي واخا نشوف اللي شفت، قال لي لاني كرهت النهار اللي درت داك الشيء، قال لي لانني خرجوها مني وليت دابا كنعيش قلق، قال لي ولات عندي ازمه نفسيه بسبب هذه القضيه دي. اذا في ختام هذه الحلقه هذه كنبغي نقول 4 ديال الحوايج مهمين. هو ان اولا رساله لوزاره الداخليه، يجب اعاده النظر في تكوين القضاة، مع احترامنا العديد من القضاة وما كنبخصوش الداخليه ولا شي جهه، ولكن النظر الى سلوكات القاضي قائد بين سلوك معزول راه غير صحيح. راه كثير من الاشياء تتوقع في المغرب في المناطق النائيه، وربما الناس كيوقعوا لهم حوايج ما كيقدروش يسجلوا بالتليفون، يعني اللي كيخرج اليوتيوب هذا غير اللي كيوقع، ربما كتوقع اشياء اللي هي كثيره جدا. اذا يجب اعاده النظر في تكوين يعني القياد ديال المملكه المغربيه، لا تكوينهم وكذلك مراعاه لظروف العمل ديالهم. راه كاين رجال السلطه اللي كيشتغلوا لواحد الدرجه لا تتصور. انا مؤخرا جاي مع واحد يعني الدركي مثلا غير في الجانب ديال جهاز الدرك، غير هذه شي 4 ايام الدركي كيقول لي عام و4 شهور ما شديتش كونجي، وتيقول لي هذه 5 شهور ما جلستش حتى شي نهار، يعني خدام على طول. دونك كاينه واحد الاوضاع ديال رجال السلطه اللي خصنا ننبهوا ليها. كاين رجال السلطه كيخدموا في ظروف اللي هي كارثه، هو الانسان اللي خدام في هذه الظروف راه كيولي مبريسي، راه ممكن يولي عدواني، ممكن ما كيشوفش ولادو، ما كيشوفش مرته. اذا خص تمتيع رجال السلطه بالشروط ديال العمل ديالهم مزيان. وكنرجع لديك النقطه وكنقول راه ماشي سلوك معزول. ملي كتلقى قايد كيحسن المواطن شعره، كتلقى قايد الاخر كيصرفق، قايد اخر كيدفع المواطن يمشي المواطنه تمشي تحرق وتشعل في راسها العافيه، قايد اخر كيضرب بالبوينته، قايد اخر ما عرف شنو كيدير. تصوروا نعاودكم انا واحد القصه كانت وقعت لي اللحظه اللي خديت الاجازه في 2000 ما اعتقد في 2003، وكنت كنبيع ونشري لان كانت الظروف ديالي شخصيا ماشي نقولوا في الظروف العائليه، ولكن انا من صغري كيعجبني نعول على راسي، ومشيت كنبيع ونشري يعني باش نتحمل مسؤوليتي. ما بغيتش نعيش داك الاوضاع ديال البطاله، وسيرتو ما بغيتش نعيش مشيت طلعت لطنجه كنبيع ونشري، وكنت كنبيع الحوايج والسلعه. وباقي كنتذكر واحد الواقعه مع واحد القايد كنذكر سميتو القايد عبد الرحيم، كان في كاسابلاس، وكنت مفرش مع 9 ديال الصباح، فاذا بهم كيتبعتوا لي تقريبا كانت عندي شي 10000 درهم ديال السلعه نفرجها. تصوروا الدوري ديك السلعه، وما غنعاودكمش التفاصيل لانها طويله ولكن باختصار شديد. شهر وانا كنت مشيت من الدوري ديك السلعه ومع 9 ديال الصباح، وكانت عندي واحد السلعه، مشيت عند القايد عييت ما بغاوش يرجعوا لي السلعه. من بعد كنمشي لعند الوالي، كان هو رئيس قسم الشؤون العامه، واحد السيد سميتو مصطفى الغنوشي، مدير الديوان ديال وزير الداخليه محمد حصاد، ما عرفتش واش باقي دابا ولا ما بقاش. المهم هو مدير ملي جا حصاد كوزير الداخليه كان مدير. وهذا مصطفى الغنوشي اللي سمعت عليه بانه راجل مزيان من بعد ما كنت انا معطل، وديك 10000 درهم اللي عندي ما عنديش شي حل اخر. دونك مشيت عنده قلت له سي مصطفى راه اش وقع. قال لي مشي عنده وقول له راه صيفطني. سيرتو ملي قلت له انا راه السيد عندي اجازه معطل، ماشي شي واحد اختاريت الشارع ولا بغيت هذا القطاع الغير مهيكل، ولكن المكره اخاك لا بطل، وراه عندي تحمل عائلي، وراه عندي اوضاع مزريه وكذا، ورانا كنصرف وكنتحمل، وهذه راه غير مرحله انتقاليه في افق يسهل الله، وراه عندي شواهد وكذا وكذا. قال لي مادام انت موجز وكذا وكذا وانت سوق خاوي، اذا ملي ما خدامش دونك كتبيع وتشري، يعني وكان في هذه البلاد كاع اللي عنده زعما كفء وكذا هو اللي كيخدم، بينما اغلبيه عباد الله اللي المناصب بالطرق هادشي كتعرفوه ما غاديش ندخلوا فيه، وكاين الناس اللي عندهم كفاءه. والجمله الثانيه اللي قال لي شحال دوزتي في هذه الخدمه في طنجه؟ قلت له عندي عامل. قال لي يكون عندك 10 سنين كون درنا لك شي مقدم ولا شي حاجه. وكان جالسين معاه واحد 2 ديال القياد، قايد رشيد وقايد اخر، انا كنعاودكم التفاصيل يعني
بصدر رحب باش نعكس لكم عقليه الاداره المغربيه الداخليه. هذا رئيس قسم الشؤون العامه كناقش له الاوضاع. شوف، وحسيت كما قلت لكم واحد النوع من الاستفزاز داخلي. يعني انت كتقول لي عاون سلطه وانا كنقول لك عندي الاجازه وعندي الشهاده، كانت عندي واحد الشهاده يعني وعلى الاقل. دونك على اي مشى قال لي غتمشي لعند السيد، عيط له، وليت مشيت عند داك السيد، بقيت جالس تما. يعني كل نهار كنمشي، قلت له راه رئيس قسم الشؤون العامه راه قال لك اعطيني السلعه ديالي. مشيت انايا للقياده تما، جلست. كاينه واحد اللحظه من كيجي القايد ما خصكش تهضر معاه، كيدخل كيجلس في المكتب ديالو، واحد اللحظه كيخرج القايد في ذاك الناس اللي في الكولوار تيقولوا انت شنو عندك، انت شنو بغيتي، انا كذا، انت سير الغدا، انت شنو عندك. هو وصل ليا، قربت له انا غير شويه بيني وبينك، قلت له ودي انا راه ديك السلعه اللي داو ليا وراه السي عبد الرحيم راه قال لي، قلت له راه السير غدا نمشي، راه قال لي واخا ماشي مشكل. شويه هو كيعيط للمقدم، دخلني، دخلت قال لي انت كيفاش قدام الناس كتقول لي وكذا، وحنا درنا بوجه السيد وكذا وكذا. قلت له انا قلت لك بيني وبينك وبقيت كنساين، راه تقريبا راه جيت عندكم حتى عييت، هضرت معاه بكل ادب. قال لي واخا ماشي مشكل، اصبر في عشيه نعطيوها لك. بقى جالس تما تقريبا شي 3 ولا شحال هي، حتى لشي 6 د العشيه كيتم غادي خارج. كنقول له السي القايد هذيك السلعه كذا، تيقول لي اجي في الصباح نعطيها لك. غدا كنجي مع الصباح، كنبقى جالس انا تما من 8 وانا كنساين، وكيجيو ديك 9 ولا 10 ما كنتذكرش. كيتم داخل ما كنقدرش نهضر معاه لانه عاد فايق، كنخاف نريب الحفله. تنخليه حتى كيسالي مع الوحده يمشي يتغدى، هو خارج كنقول له السي القايد ديك السلعه راه قلتي لي الصباح. تيقول لي اسمح لي مع المشاغل، اجي في العشيه نعطيها لك. كنجي عاوتاني في العشيه مع 3 كيتم دايز، ما كنقدرش نقول له عادي، يقول لي كنخليه على خاطر ربما ما يعيطوا لي في اي لحظه. حتى كيتم خارج مع 7 كنقول له السي القايد ديك نسيت، اجي في 7 نعطيها لك. وتصوروا عيشوا معايا وشوفوا هذا الشيء انا مستعد للمساءله والمحاسبه عليه، وهذا الشيء انا زعما نفسيا الله يسامح، ولكن كنناقش لكم واقعه اللي جات فرصه نعاود لكم. عيشوا معايا 30 يوم بهذا الايقاع، كل صباح عشيه صباح عشيه صباح، وحتى ديك الحصيصه اللي كنا جامعين يعني محوشينها كما تنقولوا مشات. بقينا صباح عشيه كيدير. والجميل كيدير لي بواحد الابتسامه ما بغاش تنسالي دابا قوال توجي، تيقول لي اجي الصباح نعطيك يعني بالادب، اجي بعشيه راه غير نسيت. بقى هكا الاستفزاز. وتصوروا كيفاش الانسان غيعيش يوميا، كيفاش انت موجز معطل وهو رجل يعني سلطه، يعني كيتلذذ بالعذاب، يعني واحد الساديه غريبه الاطوار. اذا بقات كتبلور عندي هواجس، يعني لحسن الحظ لولا الالطاف الالهيه بقيت كنفكر ان الانسان من يولي امام يعني الاعدام ممكن يفكر في اي حل من الحلول اللي هي خطيره وخطيره جدا، وغدور وعيدو الشهر بالتمام والكمال. وصدفه كان واحد السيد يعني ولد البلاد ديالي كان هو مقدم في ديك المقاطعه، وكنشوفو كيمشي وكيجي دائما، وما عمري ما كنقول راه السيد عنده شي مصالح. حتى واحد النهار كيقول لي شنو واقع. ذاك النهار كانت الجمعه، وكان عندي انايا غندوز، جاتني الكونفوكاسيون غندوز واحد الكونكور ديال الجمارك، كان غيكون بالحد. وجيت انا قلت له دير واحد السلعه مشات ليا، ونهار الحد عندي كونفوكاسيون دابا غدا. قال لي راه انت عندك الزهر. قلت له مالك؟ قال لي ودي راه انا اليوم القايد مشى يدير شي سكن ماشي سكن، وراه واحد المواطن قال لي ها انت صباعي راه ضربته بواحد البوينته على ودها القايد. قال لي راه هو بغى عندنا، قال لي راه تهجم على القايد، وراه قال لي واعطيني لا كارت ناسيونال باش ما يقولش القايد راه بيناتنا شي مصلحه ولا رشوه ولا كذا. نثبت له بانك انت ولد البلاد ديالي. دخلوا الكونفوكاسيون ديالي، دخلوا لا كارت ناسيونال ديالي، صافي خرج عندي قال لي نهار الاثنين اجي دير السلعه ديالك. وهكا ما كان، نهار الاثنين خديت السلعه. يعني رئيس قسم الشؤون العامه ما قدرش يحل المشكل، والمقدم اللي تحت القايد حل لي المشكل. دونك هذه واقعه كنعاودها لكم باش نقول لكم يعني. وقيس دابا وهذا الشيء راه بزاف ملي كنا كندويو نشريو، ماشي قايد اللي مارس علينا التعنيف، وماشي 2 وماشي 3 في طنجه في حسيمه في قليطره، يعني كاينه اشكال وكاينه قياد عاوتاني الله يعمرها دار باش ما نكون. مي هنا جابت هذه الحلقه هذه لا القايد ديال الدلوه، لا ذاك القايد ديال الفنيدق، لا بعض القياد العديد كثر. بغينا نقولوا الداخليه يجب اعاده النظر في التكوين ديال العديد من القياد، لا على المستوى النفسي، لا ظروف عملهم مراعاتهم، لا على المستوى تكون الرقابه كذلك، خاص تكثيف يعني فرق ديال المراقبه. راه كاينه بعض المناطق اللي فيها القياد يعني ما كتكونش زيارات، حتى كيتفجر شي ملف عاد كيجرى تحقيقات. وحتى المواطنين كذلك مدانون بعضهم في هذه القضيه. كاين المواطنين اللي كيبغيو يحلوا مشاكلهم بواحد الطرق ملتويه وكيبقاو يدخلوا وما كيبقاو يحاولوا يرشيو مثلا ولا كذا. لا، خاص الانسان يبقى مصر على حقه خارج اي ممارسه ماشي ديمقراطيه، يبقى مع حقه في مكان ويبلغ مهما كانت الكلفه يعني ديال اي حاجه. ثم خاص في نهايه هذه الحلقه هذه نقول فكره اخرى ابان لها هذه القضيه ديال الدروه ولا القضيه ديال الفنيدق، ان ولا عندنا واحد الوعي الشعبي المغربي ما بقاش كيقبل الاهانه. المغربي ولا كيبغي الحقيقه. تشوفوا المواطنه سهام، مواطنه بسيطه، طريقه باش كتهضر بها. هذا المواطن طريق وعلم جرى من المواطنين. وبالمناسبه كما قلت هذا المواطن طريق اللي كيستحق كل دعم، لان رجل اعمال نظيف وانيق وواحد
واحد الانسان خاص ماشي الناس بحال هكا نعقدوهم انهم راهم بلغوا يتحولوا الى ضحايا ويتحاصروا، خاص الدعم ديالهم وخاص الاحتضان ديالهم. هاد الناس خصهم يتبغاو. انا كاين بعض الناس ما كيقبلوش ان قايد ان القايد الا تقاس الداخل، بالعكس الداخليه ملي تلقى شي قايد خاصها هي تزيد الضغط وتنقب نفسها. وكل ما كان الحكم قاسي كنقول القايد اللي كيكون متورط باش تعطى سمعه، لان الخطا وارد حتى في فرنسا، حتى كنشوفوا مجموعه ديال الاشرطه ديال التورط ديال المسؤولين الكبار في بعض الدول الاوروبيه في رشاوى، وربما سمعتوا يعني ساركوزي الحمله الانتخابيه ديالو مع القذافي. اذا ماشي عدد ديال رجال الدوله حتى في الدول الديمقراطيه كيتورطوا، اذا ماشي عيب ملي كيتورط شي رجل سلطه ان ربما كنقول شي جهات تبغي تبان بان راه غتمس السمعه ديال، لا، ان ممكن يوقع، ممكن هذاك الشيء لا يؤثر على الصوره وماشي اهانه. كنتمنى الرسائل ديال هذه الحلقه هذه يكونوا وصلوا. كنحييكم على امل اللقاء في حلقه اخرى بحول الله. الى اللقاء.